حبايبي يا رجاله، صباح الفل. يوم جديد وحلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه طيبه على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمه، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناه. حبايبنا رجاله من قناتنا الجديده على اليوتيوب، والله بنحاول نرضي كل الاذواق، يعني اللي بيربي لاحم، اللي بيربي حمام في سلاكه، اللي قافل على حمامه، اللي بيربي بلكونه، اللي بينش. والنهارده حلقه اللي بينش طالعين للزغاليل لسم الله كده، واحنا نعتبر في اواخر شهر 8. صباح الفل يا حاج احمد. الاول حبيبي يا جميل، اخبارك ايه؟ ازيك وازاي مزاجك؟ ايه اخبار الزغاليل؟ فين اخبار الزغاليل يا ريس؟ في حمام في العرق اول وفي حمام هنا على العرق اهو. طب الحمد لله. النهارده يا عم احمد هنعمل حلقه كده عن الزغاليل. الحلب الاحمر طاير معاهم اهو، وهنتكلم طلع على العرق طاير معاهم ما شاء الله. وهنتكلم عن اسرار الزغاليل يا عم احمد، وازاي تعمل زغاليل، وازاي تصنع زغلول بكل سهوله من غير لا يركن منك ولا يرحل منك ولا يضيع منك زغلول. ان شاء الله الحلقه تبقى مفيده للناس. بصوا يا شباب، اول حاجه دايما باكد عليها دايما في كل حلقه، احنا في نهايه شهر 9 مفيش حمام كبير طاير، مفيش دكوره، ممنوع. عارف انت الدخول بالمسجد بالحذاء كده، ده ممنوع زي الدخول بالمسجد بالحذاء بالظبط. ممنوع الايام ده رجاله الدكوره يتفتح عليها، الدكوره مقفول عليها بقالها فتره طويله. الدكوره عليها ايه يا احمد؟ الدكوره عليها اتنينات، عليها اتنينات يا شباب. الدكوره عليها اتنينات، فرد حمام ما يقدرش يطير، فرد حمام يركل منك. الناس اللي بتفتح على الدكوره انا ما اعرفش بتفتح ازاي دلوقتي، فده غلط يعني، ده مش صح. طب يا وليد، امال ايه اللي يطير دلوقتي؟ صنع لك شويه زغاليل كده، افرك لك كام زغلول، اشتري لك كام زغلول وتسلى بيهم في الداير. اما الدكوره بتتكلف ويتقفل عليها وتحط قدامها ميه. تعال نسمي الله كده ونشوف زغاليلنا وصلت لفين، والمرحله اللي الزغاليل وصلت فيها ده ممكن نقول يعني خطوه 6 أو 7 كمان، بعد ما اتحبسوا ونزلوا شبعوا من الارضيه قوي قوي قبل ما تفتح عليهم شبكه الامرايه. وبعد كده سمينا الله وفتحنا شبكه الامرايه بالراحه. بعد كده ما نخش عليهم بحرص. تعالى كده نسمي الله كده ونبص عليهم من فوق من هنا كده. بصوا يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، ربنا يبارك، اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، مجموعه مميزه، واغلبيتهم ما شاء الله عليهم بلق. فيهم اللبلق الاسود، الجدريه اللي كانت في اللبلق الاسود يا احمد وقعت اهي. فيهم كركي، فيهم ريحاني، فيهم شخشلي ازرق، فيهم باكستاني يا احمد، انا شايف باكستاني اهوت. فيهم الاسترالي يا احمد اللي كان طالع هنا ما شاء الله، ربنا يبارك. فيهم ده حلس واحد يا احمد. الله، هم اتنين بول اسود ولا واحد؟ وده بنفسجي تمام. فيهم ده مسود اتنين يا احمد ولا 3؟ طيب لو كان في واحد ثالث نزلته ليه؟ ما هو انا بص، عايزين برضو نتكلم. نزلته ونعرف الناس انت نزلته ليه، عشان لما حاجه عشان طول مش قادر يطير، مش قادر يعني، ريشه مفرغ فمش قادر. بصوا يا شباب، وفيهم 2 سكروتات، واحد على العرق اول، في واحد حبسه. الزغلول اللي بيطير ده رجاله بيبقى ليه عده، يعني لازم عدته تبقى جاهزه تمام. شو بقول لك ايه السكروتات؟ في واحد انا حابسه وواحد انا فاتح له مطيره. طيب ايه النصايح يا عم احمد اللي تديهاني انا كمشاهد ان انا اعمل طريحه زغليل زي دي كده وتبقى ما شاء الله واقفه قدامي على العرق؟ الزغاليل دي فكت اتنينات وتلاتات ومساوم على العرق كده، والله العظيم اتنينات وتلاتات. بصوا يا شباب، بس في حاجه برضو علشان برضو الكلام يكمل. الطريحه ديت اللي احمد بيتكلم عنها ديت، ده اغلبيتهم وزار، فرد لبلق، محتاج ان انت تصبر عليه وتطول بالك عليه قوي، صح كده يا احمد؟ طيب كان عندنا استرالي هنا بطرطور يا احمد ابيض، اخباره ايه؟ موجود. كان عندنا قطع بطرطور هنا كويس. ما شاء الله. تاني فرد واقف اهوت يا شباب، تاني فرد واقف اهوت ما شاء الله عليه، ربنا يبارك. تمام. لازم يا عم احمد الكرك ده برضه شاطر جدا، طولة البال، لازم اطول بالي عليهم قوي يا احمد. طبعا. ايه تاني يا عم احمد تنصحني لو انا هطلع طريقه زغاليل وزار؟ اهم حاجه الصبر في الوزاره بالذات، الصبر ثم الصبر، عشان الفرد لبلق بالذات، ده لبلق بالذات لو مسك مركن والنبي لو قدمت له على المبنى مفيش، لا يمكن ينساه. صعب انك تظبطه حتى لو هو كبير. يعني حته الصبر ديت علشان ما يركنوش منك. حتى لو في زغلول لبلق حتى في حته يوم غصب عنه مثلا، تاني يوم ما تفتحلوش، تالت يوم كمان ما تفتحلوش. حلو قوي يا احمد الحته دي برضه. يعني انا لو عندي زغلول مثلا في البدايات رحل مني بظروفها، انا تاني يوم وتالت يوم انت ما بتفتحلوش. ما بفتحلوش. انا السقاط اللي عندي دول ركن
اللي مقفول عليه دلوقتي يوم الصقر. يوم الصقر اللي لما ضرب فيهم. بصوا يا شباب، احنا كان ناقصنا مسود وسكروته. السكروته جه بعد 3 ايام والمسود جه بعد يومين. الحمد لله ما فيش حاجه اتمسكت منهم من الصقر. تمام. بس طبعا الحمام اللي جه ورحل يوميها وركن يوميها من الصقر، الحمام ده اتقفل عليه يومين وثلاثه. لسه لغايه دلوقتي والله فتحت على السكروت اصلا. طيب في ناس يا عم احمد برضه ما بتبقاش عارفه. احنا انت بتلس بلاد الحمام. احنا في ناس برضه ما بتبقاش عارفه احنا بناكل الزغلول قد ايه، يعني بنشبع زغلولنا الزغالين في السن ده ما ينفعش تشبع. ايوه، ودي بقى النقطه الوحيده اللي تعالى كده يا عم احمد كده، يعني خلينا نعتبر مثلا ايدي كلفه. قول لي كده لو فرد حمام زغلول ده المعيار بتاعنا طبعا يا شباب، ده يعتبر غطاء اساسي. هاتوا كده الاول وروني كده احمد قدام الكاميرا كده الناس تشوفه. دي كده تكون دكوره وشبعانه وعاده تمشي. ده الاول غطاء ازازه دواء، الغطاء البراني يا شباب. هاتوا كده احمد، انا مش شايف من ايدك. ايوه تمام. ده كده ايه؟ فرد حمام شبعان. وعاوزه تمشيه وتجريه ويدغدغ الدنيا. يطير ساعتين كمان وساعتين ونص. تمام. طيب كده نص اكل. تمام، نص المكلف كده يعتبر ايه؟ نص اكل. زودت له كمان حبيتين 3 كده اهو شباب. بصوا كده. طيب انا عندي بقى زغلول يا عم احمد في السن ده كده فكنت نانات وبداوا يتحركوا فوق دماغي وبداوا ايه يلموا بعضهم. تمام. هي دي. خليهم كده، فضهم لي كده على ايدك يا احمد معلش كده عشان الناس تشوفهم برضو. بصوا يا شباب، ده زغلول اهوت، ده زغلول ماشي. طبعا في هنا حبيتين عشان الناس ما تقولكش برضو انتوا بتاكلوا الحمام زبله، ولو ان فرد الحمام انصح مني ومنك لا يمكن ياكل الزبلايه اصلا. لا ده اصلا كنت تقشيط. بصوا يا شباب، دي كلفه من بقيه تقشيط. ده فرد حمام كده زغلول في السن ده كده. الزغلول ما ياكلش فول وذره صفرا كتير. انا عن نفسي انا باكلهم ذره صفرا وفول. بس ما بتخليهمش يشبعوا على الاخر. ما بشبعهمش عشان السن ده يمشي. السن دول يمشوا. كلمه يمشوا يا شباب اللي احمد يقصدها واحمد بيتكلم فيها ان هم يتحركوا فوق دماغه. مش عاوز يمشي. فالحمام ده اهبل، الحمام ده يضحك عليه صح كده يا احمد؟ الحمام هو في السن ده ما يضحكش عليه كله. لكن ممكن يعني يتضرب منهم حمام اونطه في اونطه يا احمد. طبعا. ويبقى انا السبب ان انا مش. طب انت هتلمهم يا احمد دلوقتي ولا هتعمل ايه؟ اخر كرشه بس وخلاص. طب يلا كده نسمي الله كده نكرشهم سوا كده ونتفرج عليهم مع بعض. بصوا يا شباب، احمد اهوت داخل اهوت. بص طبعا احمد قاعد بيبخ فيهم مش في دماغه، وقاعد بيخش لهم وفي ايده كمان شواره. يعني لو جينا نبص كده نلاقي احمد في ايده شواره وبيخبط لهم وبيرزع لهم. ليه؟ الحمام خلاص بدا هو واثق فيه. ودايما عايز اقول لك حاجه، الغاوي حساس بالحمام. يعني لما يجي مثلا هو كرشهم وحس ان هو مثلا بطيارهم 10 دقايق ربع ساعه مثلا زغاليل لسه. اللهم بارك. بصوا يا شباب، ويحس ان هو خلاص جابوا اخرهم، هوب يقوم ايه ساحب نفسه من جوه. ما شاء الله يا ابني، ده الحمام ده لم يا ابني يا احمد، ما شاء الله لم. الا السكرات مش اشكال، ما هو ده طبيعه السكروته. طبيعه السكروته يا رجاله اللي هو اخر فرد حمام بيلم. في حاجه مهمه بقى، سيبكم من الحمام لان انا مش طالع افضل اوريك الحمام في السماء وخلاص هو طاير يعني اهو. اللهم بارك. دول كام واحد يا احمد؟ دول من 20 زغلول 20 22 سنه منهم النوتي. طيب بصوا يا شباب، انا عشان اصنع زغلول الشخشال الازرق ده ايه يا احمد؟ ده الاسطوره ده الصغير. الحلب الاحمر فين؟ ها؟ لا مش طاير. الحلب الاحمر مش طاير معاه. لا مش طاير يا احمد. مفيش الا زي الغريب كده لم معاه. ايه؟ مش لاقيه. مش لاقيه بجد والله؟ هيروح فين؟ هتلاقيه في اللي بوك هنا. انت ما تعرفش هو فين اصلا؟ انت لسه بتقول لي الحلب الاحمر كان معاه. كرشه معاهم. هيظهر دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر. طيب بصوا يا شباب، في قبل احمر واقف على العرق اهو. يا ظهر ولا لسه؟ بصوا يا شباب، احمد مش واقف مثلا في النضاره هنا. نقطه برضو مهمه جدا عايز اقول لك عليها، معلش انا اسف الحلقه ممكن تطول مني شويه. نقطه عايز اقول لك عليها مهمه، احمد مش واقف هنا
علشان مثلا يفضل يتفرج عليهم وخلاص. لا، احمد بيبقى واقف هنا عينه على كل فرد حمام، عينه على كل زغلول طاير. سلوك فرد حمام بيبان. كل سلوك فرد هنشوف. اقول لك الحلب الاحمر هو لازم يعرف الحلب الاحمر ده راح فين وعمل ايه، وهل هو في المزبل تحت ولا جوه في عين ولا فين بالظبط، علشان يعرف كل سلوك فرد حمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو بيفضل مركز معاهم، انهي اللي بيرمي نفسه بيدب نفسه على العرق، انهي اللي فيهم يطلع طيره من البدايه كده انا اخده وانزله، انهي فيهم اللي لسه ملمش. يعني شوف انا جت سيره الزغروطه قال لسه ملمش، هو مش واقف هنا مثلا هريدي في النضاره، لا ده هو واقف هنا بيتابع كل فرد حمام. احنا لو جينا ناخد بالنا من احمد تلاقيه شمال ويمين عينه على كل فرد حمام. المسود ابو خوصه مثلا يمين وشمال سلوكه ايه، الحلس بيعمل ايه، هل مثلا بيبقى على الطرف، هل بيبقى قدام، هل بيبقى ورا. كل الكلام ده لازم يدرسه مع الزغاليل بالذات. احنا مش بتبقى واقف كده، لا ده انت شوف حلبي كده على الصاجه. على الصاجه عندنا هنا لا مفيش هنا حلبي. هو يا ابني بيعرف يطير ولا زمانه وقع؟ طب تعال نبص عليهم بصه ثانيه كده. لا مفيش فيهم حلبي برضه. انا اصلا طالع انت بتقول الحلبي الاحمر معاهم، هيحطوا دلوقتي ويبان. بصوا يا رجاله، طبعا النفس الزغاليل دي لسه يعني مثلا الاربعه دول كانوا لسه جداد في وسطهم، فلما يبقى مثلا هيجي يحط ما يجيش بقى في وشه وافضل اهش فيه واكرش فيه وهم مركنه مني، لا انا بقفل له الباب اهوت. ولو كمان باب النضاره الباب دوت اهيت، يعني باب القطع الباب اللي في القطع ده هنا كده بقوم قافله كمان عشان هو ما يقلقش، عشان لو عايز ينزل. ما انا بتكلم على زغاليل، مش بتكلم على كوره كبيره. اخر واحد يلمش. يلا يا رجاله كده نسمي الله كده ونقفل ونرجع لكم تاني واحنا بنلم الزغاليل. بصوا يا شباب اهم جايين يحطوا هم يعني. وانا برضو عايز اقول لك حاجه، يعني اللهم بارك اللهم بارك، انا بكلمك على الزغاليل بس حطيتهم حلوه، يعني حطيتهم شكلها حلو تمام. الحطه تتظبط يا رجاله. ده لسه بقى ده موال تاني، يعني الحمام ده يجمد ولسه الحطه كمان بقى تحلو وتتظبط تمام. ويحطوا كتف واحد ويجيبوها كده مقصوعه كده من تحت لفوق كده، يا سلام. كل الكلام ده مرحله بعد كده. انا لسه بكلمك على زغاليل بادئين نخش فيها وبادئين يلموا. طبعا الحلب الاحمر لسه ما ظهرش. تعالوا يلا نلم زغاليلنا ونرجع لكم تاني واحنا بنلم الزغاليل. يلا يا رجاله رجعنا لكم تاني اهوت. معلش انا اسف والله، انا اسف الحلقه طولت واحنا طبعا بنلم الزغاليل. بصوا يا شباب، هو طبعا حبتين كلفه كده في الارضيه مع كام تنغيزه كده على الغزول كده تمام، بحيث ان انت تحبسهم كلهم. زي ما قلت لك ان الحمام الزغاليل ما بتشبعش قوي ماشي. دي الشبكات يا شباب، احمد هيشد اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. خش نتفرج على زغاليلنا كمان من قريب. بسم الله. طبعا يا شباب الزغاليل دي بتتلم في منت في دقيقه والله، ربنا يبارك. يعني الزغاليل دي من يوم ما طلعت وهي طالعه على ابواب. يعني انا بكلمك والله على زغاليل طالعه على ابواب. واحمد شويه دلوقتي من شويه بيقول لي في عندي اولاد والله كام زغلول مدمع برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك اللهم بارك. باكستاني مسود بنفسجي. الفرد طلع عندي هنا في الداير اصلا، يعني هو طلع هنا في الداير فرد غريب كده ما اعرفش ايه. كنت بقعد ذكر كبير غريب استرالي ابلق امريكاني مسود تاني ابلق احمر شخشل ابلق احمر ابلق احمر ابلق. يعني اللهم بارك اللهم بارك. عندنا 4 بلق حمر وكل واحد فيهم احمد انت عارف ال4 من بعض وكل واحد ليه سلوك معين. يعني واحد كان مهزوز وخلاص راق وبدا يطير مع بعض، وفي واحد انت بتقول لي بيجري كده احمد شمال ويمين زي المجنون كده في وسطهم كانه مش بتاعي. ده اهو اللي فوق ولا اللي تحت يا احمد؟ بصوا يا شباب بيقول لي ده مجنون، ده يفضل يجري كده بعيد عنهم كده ومالوش علاقه بيهم خالص كانه مش بتاعي.